سنين كتير وانا عايز افهم هو الرزق بيجي ازاي. يعني احنا بنكسب الفلوس بتاعتنا ازاي؟ لا مش الفلوس بس، الرزق ده اللي هو اكلنا وشربنا والحاجات اللي احنا بنتمناها، الحاجات دي بتحصل ازاي؟ موضوع معقد قوي، لو هتفضل تفكر فيه هياخدك ويوديك، هيجيبك كده ويجيبك كده، وهتسمع كلام ناس يقول لك الرزق او المكاسب عشان تجيلك لازم بقى تشتغل ولازم تجتهد ولازم هارد وركر وتتعب خليني اقول لك على حاجه، ايه رايك يبقى معاك اموال وثروات طائله بس ما عندكش اب او ام او زوجه او اولاد، استغنى عنهم، يعني محدش ياخد كل حاجه. ايه رايك في الموضوع ده؟ هل شايف ان الموضوع ده حلو ليك، ان انت يبقى معاك مثلا $1,000,000 بس بقى مبقاش عندك اولاد ولا عندك زوجه، كل ده يختفي، او لو مش موجود ما يجيش، يعني مش هتاخده؟ للاسف السؤال ده من الاسئله اللي ما ينفعش تتسال. ما ينفعش تتسال ليه بقى؟ لان كانك بتقول كده ايه رايك في عربيه فراري بس هتبقى من غير كاوتشات، ايوه وبعدين، او يقول لك مثلا ايه رايك في بيت بس من غير كهرباء وميه. دايما هتلاقي ان الشيطان بيحاول، الشيطان ده على فكره مش هتمسكه ومش هتلمسه، بس هو شايفك وعارفك، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالشيطان شايفنا، بيحاول دايما اول ما يلاقيك خلاص ما فيش منك امل وانت خلاص جاي في رزق بقى وفي شغل وفي اجتهاد وابتدى تفكيرك يروح تجاه الاله، فهتلاقيه بيقول لك ايه، طب ما تاخد دي او دي، طب تتجوز ولا تعمل مشروع، تجيب عربيه ولا تجيب شقه. هتلاقي اسئله مقارنات بتيجي في عقلك وانت مش واخد بالك هي الاسئله دي صح ولا اصلا مش صح ان هي تتسال بالطريقه دي. يعني السؤال نفسه غلط. ليه بقى؟ تعال نشوف مع بعض انواع الرزق. عندنا 3 انواع من الرزق، وخليك فاكرهم كويس جدا جدا لان دول هيحلوا لك تقريبا ازمه حياتك في الرزق وفي الاختيار ما بين اموال وثروات وما بين 24 قيراط ولا 50 قيراط، والدنيا دي دايره ازاي. بس يعني لو استفدت ولو حاجه بسيطه يبقى عرف صاحبك او عرف الناس اللي بتحبهم بالنظريه، يعني لعلهم يستفادوا ان شاء الله. ولو حاجه ما عجبتكش فبعتذر لك جدا، يعني اعتبرني ان انا بكلم الدنيا كلها ما عدا حضرتك. يعني تعال نشوف انواع الرزق ايه. اول حاجه في الرزق في حاجه اسمها رزق الضمان. ايه رزق الضمان ده؟ رزق الضمان والامان كمان. الرزق ده اللي مكفول لكل دابه بتدب الارض، الرزق ده مكفول لاي حاجه موجوده على الارض، اي كائن حي، طيور، حيوانات، حشرات، انسان، اي حاجه فيها روح على الارض وبتتحرك على الارض، فالرزق بتاعها ده اسمه رزق الضمان. وده الاله خالق الكون ومدبر الامور هو اللي ضمنه مش احنا. ازاي؟ بحاجه بسيطه قوي، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. خلصت خلاص، مفيش دابه على الارض اللي احنا فيها دي غير على ربنا سبحانه وتعالى الرزق بتاعها. طيب ده يخلينا نطمن؟ يخلينا نطمن، ولكن مش قوي. ليه؟ لان الرزق الضمان ده مش هيجيلك وانت مرتاح قوي، مش هيجيلك وانت مبسوط وانت رايق كده وبالك مرتاح. هتقول لي ازاي بس؟ ده ربنا اللي ضمنه. هقول لك برضو، ما هو ربنا يعني حق جدا وعمره ما هيساوي ما بين الذين يعملون والذين لا يعملون، مش هيستوي ابدا. مش هيستوي اللي بيشتغل وبيجتهد غير اللي قاعد وحد بيصرف عليه. هياكل وهيشرب بس هيفقد حاجات كثيره جدا في الحياه. فاول رزق اطمن، هتاكل وهتشرب وتمام، ما عندناش مشكله خالص. طيب لا احنا عايزين احلى من كده، احنا عايزين افضل من كده. عايزين ايه؟ عايزين رزقنا يجيلنا واحنا مبسوطين واحنا مزقططين واحنا فرحانين. فيجي تاني نوع من انواع الرزق وهو رزق البسط. ايه رزق البسط؟ ايه رزق البسط ده؟ رزق البسط ده هو رزق العمل، رزق اي عمل بتعمله، اي عمل، مش عمل اللي هو من 8 ل 4، رزق العمل. الرزق ده مربوط بالعمل بتاعك، ده بعيد خالص عن رزق الايه؟ الضمان. رزق الايه؟ رزق البسط. ايه قصة الرزق ده؟ قصة الرزق ده ان انت لما مريت، وكلنا فيش انسان على وجه الارض ما مرش برزق الضمان. ليه؟ وهو في رحم امه خلاص في مشيمة والام بيتغذى عليها والام متسخرة ليه ان هي تغذيه، خلاص الموضوع انتهى. بيتولد في عيلة بترعاه، حتى لو ما فيش عيلة في اماكن بتاخده، في مليون طريقة وطريقة الاله سبحانه وتعالى اسبابه لا تنتهي يعني. ولكن رزق البسط ده في ناس بتفضل مكمله في رزق الضمان ما بتطلعش منه، يفضل قاعد كده، اللي هو بيسموه في بعض المجتمعات العالة على المجتمع، اللي ان شاء الله يا رب ما يكونش اي حد منكم في الموضوع ده. فالرزق ده بيبقى ليه ليميت، اكل وشرب وخلاص، مالكش كلمه مسموعه، ما تعرفش تقول قرار، ما حدش بياخد رايك في حاجه، خلاص بتحس انت اللي هو ايه يعني نوعا ما كده. يعني بعد ما تنضج وتكبر، بعد ما تعدي مرحله الضمان اللي هي من حقك فعلا، فالمفروض تخش في مرحله البسط اللي هي العمل والكلام ده كله، هتلاقي نفسك
نفسك ان انت لا انا مش عايز ده، انا عايز اكسب واجيب فلوس بقى، فيجي رزق البسط اللي مربوط بايه؟ بالعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عمل اللي ربنا هيشوفه ده اكيد مش هيشوفه وخلاص، يعني اكيد في نظير اي عمل اجر. عشان كده نيجي في الشق الثاني، انا لا نضيع اجر من احسن عملا. لا ودي نقطه ثانيه بقى، ده في احسن عملا وممكن يبقى عمل يعني ممكن واحد يعمل عمل وخلاص هياخد اجر عليه، بس مش زي اللي يحسن العمل. ايه بقى قصه بسط الرزق دي؟ بسط الرزق دي هو ان حضرتك يكون ليك منفعه معينه المجتمع من حولك بيستفاد منها. يعني انت راجل في رزق الضمان ربنا حطه لك عشان ما تشيلش الهم وتشتغل وتجتهد، ونوعا ما في اهل بيصرفوا او في دول ممكن تصرف على حسب، ولكن بيفضل معاك لحد ما هو عايز يوديك لحته الايه؟ البسط. البسط دي يعني انا عندي موهبه، عندي مهاره، عندي فكره، عندي حاجه بقدمها للمجتمع، فالمجتمع بياخدها مني وبيديني نظيرها رزق بس مبسوط. جرب كده يوم القبض بتاعك كل اول شهر تبقى مبسوط، انت خدت نظير الاجر بتاعك. او جرب مثلا لو انت راجل بتعمل شغل فريلانس وخلصت شغلانه لحد ورحت جاي ايه؟ واخد الاجر بتاعك، تبقى مبسوط. وشوف عظمه الاله، ان الله يبسط الرزق لمن يشاء. سبحانك يا رب. يعني انت لما شئت الرزق فقمت اجتهدت وعملت الاعمال الطيبه اللي في الشغل وبره الشغل، تم بسط الرزق بتاعك، فجالك الرزق وانت مبسوط، مش عالة على حد في رزق الضمان. نيجي بقى في ثالث رزق، وده اللي هو مرحله الوحش، وده اللي هو اعلى انواع الرزق اللي ممكن تحصل عليها، ده بعد رزق الضمان ورزق البسط، الا وهو رزق الاشاءه. ايه؟ ايوه رزق الاشاءه. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. رزق الاشاءه وبدون حساب. يا نهار ابيض. دي مرحله ان انت بقى انت مش مبسوط، لا ده انت تقريبا كده اللي انت عايزه بتعمله، تقريبا كده انت من كتر اعمالك الطيبه في التعاملات مع الاسره ومع الناس ومع الحياه، ومن كتر احسان العمل، ومن كتر ما انت بتطبق تعاليم واوامر الاله كما هي زي ما نزلت من الاله، من غير ما كتب التاريخ تخش تلعب فيها او تحرف فيها او يحطوا اراء، وللاسف تعبد الاراء بدون الاله سبحانه وتعالى، فيجي لك الرزق الاشاءه. فانت في المرحله دي انت مش شايل هم حاجه، انت زي ما بيقولوا كده معلم ايه؟ برنس جيلك، كينج في الارض وسبحان الملك. يعني هتلاقي ان الرزق ده عشان يحصل لازم تخلص رزق الضمان وتخش في رزق العمل، وبعدين تخش في الاحسان، وبعدين تخش في تمام الاشاءه وبتمام الرزق بدون حساب، اللي هو ايه بقى يا معلم؟ على ناخد الموضوع من اوله ما نفوتش منه حاجه. ربك بيقول لك ايه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانية واحدة، عشان كده انت متخيل مش مطلوب منك غير ان انت تتقي. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يا نهار ابيض. انت متخيل؟ انت مش متخيل لسه. انت مش متخيل ان حل مشاكل التضخم وحل مشاكل حضرتك المالية وحل مشاكل الجواز وحل المشاكل بتاعتك دي كلها في حاجة واحدة بس. انت اسمع الكلام. يعني خليني اقول لك مثال بسيط. انت لو معاك حد بيساعدك في الشغل، الشخص ده الاسيستنت بتاعك، يعني بيساعدك بقى في مشاوير، بيساعدك مثلا ان هو بيرد على التليفون لو في حد هياخد ميعاد منك او هيروح يوصل حاجه او الكلام ده كله، وانت دائم السفر، انت على طول بتسافر وبتروح دول حلوه وبتاع، ولقيت ان الشخص اللي معاك ده بتقول له على حاجه ما بيعملهاش ولا بيسمع كلامك ولا اصلا في باله الشغل خالص، بتيجي تلاقيه قاعد على مكتبك وحاطط رجل على رجل وبيكلم صاحبته من تليفونك الخاص او من تليفون الشركه. بتلاقي المكتب انت قايل له مثلا فكر الناس يجوا ينظفوا المكتب كل يوم، تلاقيه بيجي متاخر اصلا، بيجي بعدك انت. هل انت لما هتيجي تسافر هتاخده معاك السفريات بتاعتك؟ هل هتاخده معاك سفرياتك بحيث ان هو بقى معاك بقى وياكل كويس ويتبسط ويروح بحر ومش عارف يروح دول اكيد مش هتاخده معاك. ليه؟ لانه ما سمعش كلام. فتخيل هو بس مجرد ما يسمع كلامك هياخد مرتب وهيسافر وهيتبسط وهيرتاح وهيبقى 100 فل و14 وهياخد بونص، بس هو ما سمعش كلامك. ولله المثل الاعلى. هو انت متخيل ان خالق الكون هيساوي ما بين اللي بيسمع الكلام وبينفذ الاوردرز والاوامر منه مباشره بدون وسطاء او شركاء زي اللي ما بينفذش ومشيها بلطجه كده وماشي بهواه؟ رايت من اتخذ الهه هواه، خلاص بقى يعبد الهوى. واستغفر الله العظيم يا رب، يعني عباده الهوى دي من اسوأ العبادات اللي ممكن اي انسان يقع فيها. عشان تفهم موضوع الرزق لازم تفهم ان احنا كلنا هنمر اجباريا بالمرحله الاولى، اختياريا للمرحله
التانية إجباريا هنخش في المرحلة التالتة، بس ده بعد ما نعدي الاختيار، فيجي الإجبار الإلهي إن يقول لك كده رزقك هيجيلك زيه زي الموت، لو عايز تهرب منه عمرك ما هتقدر تهرب منه. فرزق الضمان ده اللي ربك كفلهولك من وانت طفل صغير، ده ربك اللي بيرزق النملة السمراء تحت الصخرة السمراء في الليلة الظلماء في قلب الصحراء، فهيجي على رزقك مش هيجيبه لك يعني خالص، ده رزق ضمان هيجيلك تاكل وتشرب و100 فل و14. ولكن بعد ما تبلغ الوعي هتخش في رزق البسط. هيجي منين رزق البسط؟ هيجي بالعمل، وقل اعملوا وإن لا نضيع أجر من أحسن عملا. وأخيرا رزق الإشاءة بدون حساب من مسبب الأسباب بحاجة واحدة بس، بالتقوى. مشكلة في إيه بقى؟ المشكلة إن للأسف الشيطان وأعوانه وكتب التاريخ وأعوانهم قدروا يلعبوا في عقول ناس كتير جدا 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 ويقنعوهم إن الرزق ملوش علاقة بالإله، ده الرزق ده يقول لك صاحبي قرشي وعمي دراعي، ده هناك في أرض الشياطين عارفها، إنما رزق الإله بدون أسباب وبدون حساب، بس أنت تتقي وبس. ربنا يديكوا القدرة على اتباع الأسباب اللي توصلكوا للرزق بدون حساب، بس بشرط التقوى. ربنا يحفظكم يا رب. سلام.